اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. معايا هنا حوالي كيلو دقيق و10 ملح أو نص معلقة صغيرة من الملح وعليهم معلقة سكر كبار. هبتدي أقلب بقى وهبتدي إن أنا أعجن زي ما انتوا شايفين، مية عادية خالص من الحنفية. هبتدي إن أنا أعجن العجينة لحد ما تبقى معايا زي الأستيك كده أو يبقى فيها عرق يعني زي ما انتوا شايفين كده العجينة. طبعا أنا كنت بسيبها شوية وارجع أعجن فيها تاني. بعد كده هسيبها بقى ترتاح وهبتدي ان انا اقطعها. وهنا العجينة بعد ما ارتاحت هي بتلزق بسيط بس مش ناشفة يعني، ولا طرية قوي ولا ناشفة. معايا هنا بقى ده خليط ما بين الزيت والسمنة. انا هستخدم سمنة بس، يعني حطيت كوباية سمنة على مثلا ربع كوباية من الزيت. هبتدي اقطع بقى العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده كور صغيرة قد البيضة كده، عشان هبتدي ان انا اعمل فطير. الفطير بتاعي في ممكن تعملي الفطيرة 10 كرات فوق بعض وممكن تعمليها 15. انا هعملها تبقى 10 كرات، يعني الفطيرة الواحدة هعملها 10 كرات صغيرة. هبتدي ان انا بقى حطيت في الصاج دوت مسحة من معلقتين من الزيت والسمن كده اللي انا كنت مسيحيهم على بعض، وهبتدي ان انا اعمل الكور وهخليها كده في الصاج وهغطيها ترتاح برضك شوية. هنا بقى بعد ما ارتاحت بصوا العجينة معايا بتشد زي اللبانة كده بالظبط. هبتدي ان انا بقى اخد الزيت مع السمنة كده وهبتدي ان انا احط حاجة بسيطة وافرد زي ما انتوا شايفين كده. كل ما العجينة بتاعتك بترتاح كل ما يبقى السهل بسهولة، الفرد قصدي بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي، عشان انا سبت العجينة ترتاح. اهم حاجة في عمايل الفطير انك تسيبي العجينة ترتاح. كل ما ترتاح كل ما الفطير معاك هيطلع حلو جدا ومورق وكل حاجة. معايا هنا بقى صينية حطيت فيها معلقة من السمنة كده، وهبتدي ان انا اخد كل طبقة انا هفردها او كل كورة انا هفردها هبتدي احطها كده في الصينية، وبعد كده هقفلها. الصينية ديت خدت معايا انا عملتها ب10 كور بس، يعني كيلو دقيق هيعمل معايا 3 فطاير، فطيرتين كبار واحدة صغيرة، وهتشوفوهم دلوقتي معايا. او زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا افرد كده بايدي، مش محتاجة اي حاجة، بايدك كده على طول هتلاقي العجينة بتتفرد معاكي بكل سهولة. موضوع سهل وبسيط ومش متعب جدا، مش متعب خالص، وهتعمليها ومش تاخد وقت خالص. بس اهم حاجة تسيبي العجينة ترتاح، بس هي دي كل الفكرة. هبتدي ان انا بقى اعمل كل صينية كده فيها الطبقات بتاعتها. دي عملت 10 كور ودي عملت 10 كور ودي عملتها 7 كور بس، لاني انا كده قسمتهم صح. بصوا انا بلمها كده وبسيبها برضو ترتاح، وقبل ما ادخلها الفرن بديها رشة سمنة كده على الوش. بصوا هنا بعد ما ارتاحت الفطير معايا بفرده بكل سهولة، يعني بعد ما بلمها بسيبها ترتاح، وبعد كده اسخن الفرن كويس جدا على اعلى درجة حرارة واروح فردها زي ما انتوا شايفين كده بتتفرد بكل سهولة. ودي التانية، وهبتدي برضو قبل ما ادخلها الفرن هديها معلقة سمنة كده من على الوش. هترتاح هتتفرد معاكي ومش هتتعبك في الفرد ولا اي حاجة، ولا هتلم معاكي تاني، هتبقى زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى كان الفطير معايا في الفرن، حبيت اوريهولكوا. بص الفطيرة نفخت معايا ازاي، ودي برضو الفطيرة التانية وكانت مورقة وحلوة جدا.
وهنا بقى بعد الفطير بتاعي ما خلصته، بعد ما بتطلعيه من الفرن بتغطيه وبتسيبيه يبرد خالص. هما المفروض كانوا 3 فطاير، بس في فطيرة اتاكلت. بس دي الفطيرة الصغيرة، والتانية الفطيرة الكبيرة. بصوا هشة من فوق وطرية من جوه وجميلة اوي، او زي ما انتوا شايفين، وسواها حلو جدا، وكانت طعمها حلو جدا. بصوا من جوه هي طرية، هي بس الطبقة اللي فوق دي بتكون مقرمشة. بصوا طرية ازاي ومورقة. بصوا الطبقات كانت جميلة، واتمنى بقى تجربوها، واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد.